مرحبا، ويسعد لي أوقاتكم بكل خير يا رب، إن شاء الله تضلوا بخير وصحة على طول. اليوم الفيديو رح يكون مشكل منوع وفي كتير شغلات حلوة وفي كتير أفكار حلوة رح نشوفها مع بعض. فايقة بكير اليوم بده ينجوا لعندي ضيوف عند الصبح وضيوف عند المساء، لهيك بدي لحق ضيافة. ففقت بكير قلت مشان جهز أصناف الحلويات اللي بدي أعملها لضيوف المساء، اللي هن الكيك، كيكة قدرة قادر أو كيكة الكراميل. مثل ما انكم شايفين عندي 3 مغلفات من الكريم كراميل. راح استخدم الكراميل السائل تبعيته وحطه بسفل الصينية. هدول الحلويات باعتبرهم أنا من الحلويات الشهية جدًا، جدًا والسريعة جدًا، جدًا، وبتكون يعني منظرها حلوة بالتقديم. هلأ هون مثل ما انكم شايفين عم ضيف الكراميل. للصراحة أنا باحب الكراميل اللي باعمله على إيدي أكتر من هذا الكراميل الجاهز. هذا الكراميل الجاهز فيه آثار مرورة، بينما اللي بنعمله على إيدنا بنقدر نتحكم فيه، بنعمله ضابط 100%، وبالإضافة بيكون لونه أفتح من هذا، فكونه موجود خلاص إلنا بنستخدمه. حطيت 3 ظروف بسفل الصينية، فيكم طبعًا تستخدموا أي قالب كيك متوفر عندكم، ما شرط هذا القالب، أنا عملته معاكم بكذا طريقة. هلأ بنحط بقى الكريم كراميل البودرة بقلب طنجرة 3 ظروفة، ولكل ظرف بنحط له كاسة من الحليب البارد. هلأ بنحط كل شي على البارد قبل ما نشغل الغاز، وكمان راح أضيف عليهم 3 معالق من حليب النيدو البودرة. طبعًا هذا الشي خياري، فيكن ما تضيفوه، وإذا حبيتوا كمان يطلع معكم دسم أكتر فيكن تضيفوا علبة قشطة، بس فيكن تستغنوا عن الحليب البودرة، وفيكن كمان تستغنوا عن القشطة وتكتفوا بالحليب الكريم كراميل. هلأ بقى بدنا نحركن لحتى يدوب معانا الكراميل منيح مع الحليب، وبعدين بنشغّل الغاز عليهن. طبعًا بين كل شوي والتانية بدنا نحرّكن مشان ما يحترق معانا السفل، لإنه معروف إنه الكريم كراميل رأسًا بيلزق بسفل الطنجرة، وبعدين بيعطي لون ما حلو للسائل أو الخليط اللي نحن عم نعمله. فهلأ هون عم باستمر بالتحريك وبلّش بده يغلي معي. مجرّد ما غلي معاكم هيك قلبتين أو غلوتين بتطفّوا عليه الغاز وخلص معناتها خلص معانا. هلأ هون عم باستناه بس لحتى هيك أشوف إنه غلي معي. هلأ طفّيت الغاز وباضيف الخليط فوق الكراميل أو السكر المكرمل، وبنستنى عليهم تقريبًا شي 5 ل10 دقايق لحتى يجمد معانا ويبرد على الأخير. ليجمد بياخد منكم بس 10 دقايق تقريبًا، أمّا لحتى يبرد بياخد معاكم أكتر، نحن بس بدنا إياه لحتى يجمد معانا. شوفوا الطقس كيف كان اليوم. أول شي عند الصبح كان كتير كتير حلو، بعدين بلّش هلأ شوفوا بتلّج الدنيا. هلأ هون جمد معانا السائل على الأخير. شغّلت الفرن على درجة حرارة 180 درجة، لازم نشغله قبله بوقت، طبعًا من فوق ومن تحت. حطّيت بيضتين وحطّيت ظرف فانيليا وبلّشت أخفقهم بالخفّاقة اليدوية. هلأ ما رح استخدم لا خفّاقة كهربائية ولا خلّاط ولا شي. باضيف عليهم بالتدريج نُص كاسة من السكر مع استمرار التحريك، وهلأ كمان بدنا نضيف عليهن نُص كاسة من الزيت كمان مع استمرار التحريك. خفق البيض بشكل كتير منيح بيعطينا نتيجة كتير حلوة. أنا ضليت عم أخفقه لحتى صار معي لونه فاتح، بعدين ضفت عليه الزيت. هلأ بنخفقه شوي كمان وبعدين بنضيف كمان عليه نُص كاسة من الحليب. الحليب كمان ضفته بارد، يعني بدرجة حرارة الغرفة، درجة حرارة المطبخ. هلأ خلّصنا من المواد السائلة، بقى بدنا ننتقل للمواد الجافة. بنجيب أول شي مصفاية مشان ننخل الطحين، كاسة الطحين، ظرف بيكنج باودر مقدار معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وكمان رح نضيف عليهن معلقة كبيرة من نشا، وكمان بدنا نضيف عليهن معلقتين ونص كبار من الكاكاو. وهلأ بقى بنخفق عفوًا بننخل المكونات الجافة فوق الخليط. هي الهدف من النخل وقت بيطلع معانا تكتلات ما بيكتلوا بقلب الخليط. هلأ بالخفاقة اليدوية بنخفق من تحت لفوق، من تحت لفوق بنفس الاتجاه لحتى نتأكد إنه الطحين داب معانا على الأخير. ولا تنسوا أنا بهي المرحلة قبل ما بلش بتحضير الخليط كنت مشغلة الفرن، هي خطوة كتير مهمة مشان نجاح أي كيكة، إنه الفرن يكون محمي مسبقًا.
هلأ الخليط هذا بنشيله وبنحطه فوق الكريم كراميل. أول شي بنجيب صينية، بنحط القالب بقلب الصينية وبنضيف الخليط فوقن. أنا بهلأ أثناء هي عم سخن مي مشان نحطه بقلب الصينية ونخليها تستوي على بخار مائي بقلب الفرن. وهلأ هيك صار جاهز معنا. بنضيف المي وبنحط الصينية هلأ المي كميتها لحتى يصير نص القالب، مقدار نص القالب، تغمر نص القالب. هلأ بنشيل الصينية وبنحطها بالفرن بالطبقة الوسطانية على درجة حرارة 180. الفرن شغال من فوق ومن تحت، بياخد معكم تقريبا من نص ساعة ل40 دقيقة حسب حماوة الفرن. هلأ بدي انتقل لصنف تاني من الحلويات. عندي 150 جرام من البسكويت. بدي أعمل تشيز كيك الرمان، كونه نحن هلأ بموسم الرمان. ليش بدي أعمل صنفين من الحلويات؟ لأنه رح يجوا لعندي 3 من رفقاتي ومعهم أولادهم، فلازم أعمل يعني إنه صنفين مشكلين، وكل وحدة بدها تجيب معاها شغلة. هلأ كمان ما رح استخدم الطاحونة الكهربائية، لا رح استخدم كمان الكيس، ورح استخدم بطحن البسكويت الكيس والشوبك. هي بحال مثلا ما توفر إنه الأدوات الكهربائية أو الكهرباء مقطوعة، طبعا فينا نعمل يعني إنه بشغلات يدوية. مثل ما انكم شايفين أنا خليت الكيس شوي مفتوح مشان يفرغ الهواء منه، وبلشت بالشوبك إني ناعم البسكويت لحتى يصير معانه قوامه كتير ناعم وقريب للرملي. كمان بهالأثناء هي كنت عم دوب 150 جرام من الزبدة بالميكروويف. طبعا فيكم تدوبوها على الغاز. وهلأ بنضيف الزبدة فوق البسكويت ومنحركهم لحتى يعني إنه يتشرب البسكويت الزبدة كلياتها. كمان فيكم تضيفوا معلقة قشطة مع البسكويت والزبدة، كمان بيعطيها ثبات ونكهة طيبة للطبقة الأولانية. يعني هي ما ضرورية، بس طبعا فيكم تضيفوا معلقة كبيرة من القشطة. هلا هيك صار معنا جاهز. بنجيب أي قالب تشيز كيك متوفر عندكم بأي شكل. ما متوفر عندكم فيكم تعملوها بصينية بيركس صغيرة، يعني ما شرط قالب تشيز كيك. وهلا بنضغط على البسكويت بهالشكل هذا. هلا اليوم التشيز كيك انا اللي بدي اعمله بالطريقه اللي انا جدا جدا بعشقها، كتير طيبه هالطريقه، طريقه الفرن، طريقه التشيز كيك الاصليه. هلا البارده بتاخد وقت كتير لحتى يمسك معاكم الخليط، اما هي الطريقه بتقدروا تقدموها من يعني بعد ساعتين. عرفتوا علي؟ هلا هون جبت علبه جبنه فيلادلفيا، تقريبا بدكم تستخدموا 350 جرام. طبعا فيكم تستخدموا أي جبنة متوفرة عندكم، سواء كان مثلثات مربعات يلي متوفرة عندكم. وكمان بدي استخدم علبة قشطة. هون عم بستخدم الأيمر التركية، كمان 250 جرام وزنها. كمان راح نحطها بالخلاط. هلا هون يعني فيكم تستغنوا عن الخلاط، بس يعني بدكم تخفقوا الخليط بشكل كتير منيح. لهيك أنا راح استخدم الخلاط بس مشان السرعة. هلا راح اضيف عليهم 3 بيضات. مثل ما قلت لكم التشيز كيك الاصلي بيحطوا له بيض وبيعملوه بالفرن، والنكهه بتختلف 180 درجه عن التشيز كيك العادي البارد يعني. هلا ضفت عليهم نص كاسه من السكر، وضفت عليهم كمان تقريبا ربع كاسه من الحليب ومعلقتين من الطحين. وهلا بخفقهم بالخلاط بهالشكل هذا. وهلأ كمان نسيت إني أحط ظرف فانيليا، رح أضيف ظرف فانيليا، وكمان رح أضيف مقدار معلقة كبيرة من بودرة الليمون يلي عملتها معكم، كمان بيعطيها نكهة كتير طيبة. أنا كتير بحب طريقة هذا التشيز كيك أكتر من البارد لسببين. أول شي بيمسك معكم بسرعة بفترة التحضير، يعني رأسا بيسمك. وتاني شغلة الطعمة تبعيته تختلف مثل ما قلت لكم كتير عن التشيز كيك البارد. انا بحس التشيز كيك البارد كأنكم عم تاكلوا كريمه خفق اما هذا تاكلوا التشيز كيك الاصلي، نكهه الجبنه واضحه فيه من خلال الحراره اللي بيتعرض لها بالفرن. هلا بنشيل الخليط وبنحطه فوق البسكويت، طبقه البسكويت. طبعا انا صينيه البسكويت كنت حاططها بالبراد لبين ما عملت الخليط. هلا طلعنا كيكة قدرة قادر من الفرن، ووطيت الفرن على درجة حرارة 100.
درجة حرارة 100 بس. بدنا نحط هلأ صينية التشيز كيك بالفرن. شايفين بلشت الدنيا تتلج. يا سلام، تلجت الدنيا معناتها الشتوية دخلت بالجد. وقديش كانت الساعة؟ كانت الساعة تقريبا 10 إلا تلت مثل ما انكم شايفين. وأنا تقريبا كنت مخلصة تجهيز الحلويات باقي بس لحتى يبردوا ولحتى زينهم. هلأ تقريبا أخذت معي بالفرن صينية التشيز كيك شي ساعة. ساعة حطيتها على درجة حرارة 100 بالفرن بالطبقة الوسطانية وطلعت معي جامدة. هلأ بشيلها وبحطها شوي لحتى تبرد، بعدين بحطها بالبراد، بتاخد معكم كمان شي ساعة. خلصت من الحلويات، كانت جاي لعندي جارتي على الفطور، قالت لي إنه بدي أجي لعندكم، قلت لي طب تأخري شوي بين ما أعمل الفطور، بدي مشان تجي تفطري معنا. ومثل ما انكم شايفين بلش التلج يشتد أكتر وأكتر. الله يبعت الخير يا رب. هي أول مرة بتتلج عنا هي السنة، إن شاء الله الله يجعله خير وسنة مباركة يا رب والرب كريم. حطيت البيض على النار، وكمان بدي أحضر شوية شغلات تانية. هلأ الفطور يعني طبعا كلاتنا بنعرف نعمل فطور، بس أنا مشان يعني شوية أفكار بالتقديم حبيت إني صور معاكم هاي الفقرة. هون عم بحضر شوية خس عم بفرمه ناعم مشان بدي زين فيه الصحوني اللي بدي أقدم فيها الفطور. ففرمت تقريبا نص خسة لكذا صحن. وكمان رح شرح الخيار كمان بطريقة مشان بدي زين فيه صحن الجبنة. قطعت الخيار بهالشكل هذا، وبعدين صرت شرحها بالنص من الجنبين لحتى تطلع معي مثل على شكل هيك ورقة متدرجة بهالشكل هذا. أنا محتاجة ل5 حب قطع، لهيك رح أقطع 5 قطع. طبعا كل جزء من قصة بالخيارة ما رح نكبه، رح نستفاد منه بالزينة. مثل هي الخيارة المستطيلة أكيد رح استفاد منها، وهي القطعة الصغيرة كمان رح استفاد منها. وكمان عم مثل ما نكون شايفين هون عم بقطع بندورة كمان مشان الزينة. أول شي عم بجهز شغلات الزينة مشان بس على سكب الصحون. يعني شو بدي أعمل؟ بدي أعمل بيض مسلوق، حواضر موجودة عندي بالبيت وكنت مجهزتها معاكم قبل بفترة. هلأ جبت الصحن. أول شي رح أعمل حط الجبنة. عندي جبنة مشللة كنت جايبتها من مشتريات الأسبوع. هذا الأسبوع ما رح أعرض لكم مشتريات أسبوع لأنه نهار السبت ما قدرت أصور شي، يعني كنت كتير مشغولة بشغلات. خلصت الصحن مثل ما نكون شايفين، هي صحن الجبنة. بس أكيد الجبنة شو بطيبة كمان، حبة البركة أو حبة السودة بتعطيها نكهة كتير طيبة، أنا هيك باعتقادي يعني. هلا هيك رشيت لها شوي على الوجه، وبكون خلصنا من أول صحن تقديم. هلأ كمان عندي لانشون كمان رح أحط بالصحن، هو لحم الحبش كتير طيب، لحم الحبش. وهلأ هون هن دوائر، قسمتهم لأنصاف دوائر وبلشت صفهم بالصحن بهي الطريقة. صفيتهم بالصحن، وبعدين من الخس اللي فرمته أخذت منه وحطيته بالنص. اليوم الفكرة عندي إنه كل صحن بدي زينه بالخضار اللي بتتاكل جنبه، لهيك ما رح أعمل صحون خضار إكسترا. يعني اللي بده ياكل من شغلة من هالصحون بياخد الشغلات الجانبية من الخضار من الصحن نفسه. يعني ما رح نعمل صحون خضار أبدا أبدا، كل صحن موجودة الخضار تبعيته فيه. زينته بالخس وحطيت له كمان بندورة كرزية هيك بالنص، وبعدين زينته بترنشات من الزيتون الأخضر والزيتون الأسود، وهيك صار معنا جاهز. هلأ بنحطه على جنب. من الشغلات اللي عملتها معكم بالقناة هي الزيتون المطحون الأسود والزيتون المطحون الأخضر. جبت صحن صغير حطيت نص من الزيتون الأسود ونص من الزيتون الأخضر. ما بتتخيلوا قديش طعمتهم كتير طيبة وكتير حبوا الأولاد. هي أنا مشان أقتصد بالصحون مشان يخف علي شوي الجلي. وبعدين بالعكس زينت الأخضر بالزيت ترنشات الزيتون الأسود، والأسود بترنشات الزيتون الأخضر. هلأ المحمرة والجبنة اللي مخلطة بالفليفلة كمان عملتهم صحن. هلأ في جماعة بيقولوا لي الأكل قليل، عم تحطي أكل قليل. هلأ بدي فرجيكم بعد شوي شوف كيف الأكل قليل. كل مرة بيقولوا لي ما أبخلك، ليش ما بتكتري أكل بالصحون، ما أبخلك، ليش ما بتطبخي كتير. هلأ بقلكم ليش أنا ما بطبخ كتير بعد شوي. خلصنا الصحن الثاني اللي هو عبارة عن جبنة ومحمرة. طبعا الجبنة محطوط بقلبها فليفلة، مكعبات الفليفلة بتتذكروا وقت عملنا عدة الحواضر مع بعض. وهذا البيض استوى معي حطيته بهالطريقة هيك. وهذا كان فطورنا
عملت كمان حطيت عسل وحطيت مربى، ونارا كانت على الطرف التاني عم تقطّع زبدة، طبعًا على برادة قلبها لهيك ما صوّرتها معاهن، وحطيت كمان هون زيت الزيتون نحن بنحبه مع البيض كتير، وطبعًا بالإضافة للشاي. وهيك بيكون فطورنا لليوم مع جارتي، الحمد لله رب العالمين، الله يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. هاد هو بلّشوا ينقلوا الفطور، وهلأ هون رح أقول لكم ليش أنا ما باحب كتّر أكل على السفرة. شايفين؟ نحن 5 أشخاص وجارتي معانا 6 وما خلّصنا الأكل كلّياته. والله أنا قصدًا زوّدت أكل بهالمرّة هي بس مشان جاوب على السؤال أو على الاتهام اللي بتتهموني فيه إني أنا بخيلة. شوفوا، البيض زاد، الزيتون زاد، الجبنة زادت، المربى زاد، فباضطر إذا كتّرت أنا باضطر إنّي رجعُن كلّياتُن. أنا باحب وقت صُب شغلة إنه تتاكل كلّياتها بالصحن، فاليوم كتّرت مشان فرجيكُن إنه أنا باعرف عيلتي شو بتاكل، وقُلت لكم إياها كذا مرّة، باعرف الكمية اللي بياكلوها، فلهيك أنا باحُط على هوا ما بتاكل عيلتي، حتى ولاد أختي باعرفُن قديش بياكلوا، حتى جارتي باعرف قديش بتاكل، يعني أنا باحب أحُط على القد، وإذا نقص بارجع بزيد. أمّا ما باحب يزيد بالصحن وارجع أحطّه بالمطاربين بصراحة. شايفين؟ مع إنه أنا ما كتّرت كتير، يعني إنه بيض بالعادة بياكلوا، بس اليوم سبحان الله ما أكلوا. فأنا هلأ هون عم بمنتج الفيديو والقطط عم يتخانقوا وراي، إذا سمعانين صوتهم ما بعرف. المهم هلأ هيك اللي زاد حطيتهم بصحن واحد متل ما إنكم شايفين. كمان باحطّهم بالبرّاد أيمت ما جاعوا الولاد بياكلون. اليوم لإنّي ما بدي أطبخ كان زايد عندي أكل قبل بيوم، مو كتير كمان، بس أنا كونه إنه بده ييجي لعندي ضيوف وبدن يجيبوا كل مين معاهن شغلة، فما حبيت إنّي أطبخ. وهي العسل كمان زاد مع إنه ما كتّرنا، بنرجعه لقلب المطربة والمربى. مشان هيك أنا ما باكتّر بصحون السكب، يعني خلّيه ينقص ورد ارجع اسكب، ولا يزيد ورد ارجع حطّن مرّة تانية بالمطربان، يعني أنا هيك برأيي طبعًا. الله يسامحكم لإنكم بتقولوا عني بخيلة. الله يسامحكم، هيك على فكرة اللي بيعيّب بيبتلي، بكرة الله بيعملكم متلي، تصطفلوا. أنا قُلت لكم حتى تاني مرّة ما تقولوا عني بخيلة، قولوا عني بخيلة حتى تصيروا أنتم بخلا. هلأ هوني قلت خلّونا نجلي الجليات، قلت بين ما لحتى يبردوا معاي كيكة قدرة قادر والcheese cake. على فكرة الcheese cake بياخد معاكم بس ساعة بالبراد، أمّا الcheese cake البارد رح ياخد معاكم ليلة كاملة لازم تحطّوه بالبراد، فلهيك أنا كتير بافضّل إني أعمل هذا الcheese cake. وباحب كتير كمان كيكة قدرة قادر لإنه إنه خلص إنه فورًا إذا كنتم مستعجلين كمان بساعتين بتجمد معاكم، حتى أقل من ساعتين، مجرد ما برد الكريم كراميل معاكم خلص بإمكانكم تقدموها. عندنا شوية هالجليات لنخلص منّن، يالّا هيك بسرعة، بسرعة، بسرعة بيخلصوا معانا، ما في شي صعب. يسمّي الواحد بالله ويصلّي على النبي والله الشغلة رأسًا بتتيسّر. كانت أمي الله يذكرها بالخير وقت نعمل شغلة مثلًا بامية، ملوخية أو شغلة تقلنا صلّوا على النبي رأسًا بتخلص الشغلة، طول ما إنكم عم تشتغلوا الشغلة صلّوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد رأسًا بتخلص معاكم. بعد ما خلّصنا الجليات أنا حطيت هلأ مقدار تقريبًا شي كاسة ونُص من عصير الرمان، كنت عاصرتن، هن محطوطين بكاسة لإن الكاسة عندي تبعية كولا وبتيجي كبيرة، أمّا يعني إنه المقدار العادي هو كاسة ونُص. حطيت لهم كمان تقريبًا شي 4 معالق من السكر لإنه الرمان شوي حامض، وعندي هون ظرف جيلي أجار أجار راح أحط 3/4 الظرف، ما راح أكتّر ما راح أحطّه كلّياته لإن بكفّي 3/4 الظرف. أمّا إذا ما متوفّر عندكم جيلي أجار أجار فيكن تضيفوا معلقتين كبار من النشا وتحركوهن وبعدين تشغلوا الغاز عليهن ولحتى يغلي معاكن. أنا هون كنت مطلعة الcheese cake من البراد وكنت مجهزة كمان رمانة مفروطة، وبنحاول قدر الإمكان هيك بس نقيم الرغوة اللي عم تطلع من العصير. هي الرغوة البيضا مشان وقت اللي بدنا نحطّها فوق الcheese cake ما تعطي منظر ما حلو، نحن بدنا اللون الأحمر تبعية عصير البرتقان عفوًا الرمان. هلأ هيك غلي معانا، لازم وقت تحطّوا جيلي أجار أجار تخلّوه يغلي دقيقتين بالتمام، بعد الغليان بالدقيقتين بترفعوه من على النار. أنا هون عم حاول قدر الإمكان إني قيم الرغوة. هلأ شوي شوي وهو ساخن، طبعًا نحن هون الcheese cake جمدان معنا على الأخير،
جمد معنا وقت اللي طلعناه من الفرن، كان جامد يعني مسبقا. وشغلة تانية وقت اللي حطيته هالساعة بالبراد بين ما خلصنا الفطور وجليت الجليات، كان يعني إنه جامد 100%، وإنه خرج يتقدم. هلأ شو بيصير؟ الأجار أجار فورا ب5 دقايق غمضوا عين فتحوا عين وبيجمد معكم، ما بياخد منكم وقت أبدا أبدا. كمان كتير بحبه لأنه سرعة الشغل فيه ونتيجته كتير سريعة، رأسا بيجمد معكم. هلأ هوني حطيت رمان قبل ما يجمد مشان يضل الرمان ماسك بقلبه، وبعدين حطيت كمية الرمان عصير الرمان المتبقية فوقن. هلأ على فكرة ليك هو جمد وأنا عم بسكب الرمان فوقه جمد. هلأ بنيجي على كيكة قدرة قادر أو كيكة الكراميل، كمان بردت معانا على الأخير بهالوقت اللي عملنا جهزنا فيه الفطور وقعدنا وشربنا شاي، وهلأ بقى بدنا نقلبها. هي مجرد ما بردت الصينية معاكم خلاص بتقدروا تقلبوها، وإذا بتخلوها ليلة كاملة كمان بيمشي الحال، بس يعني ما نكون مضطرين. وهي طلعناها يا عيني، على فكرة شوي فاترة مو كتير شوي. وهلأ هوني رح أزينها. عندي توت بري، طبعا فيكن تزينوها بالطريقة والمكونات يلي انتو بتحبوها، هذا الشي بيرجع لإلكن. بعدين قسمت فريز، كان عندي شوية فريز زايد من التسوق تبعيت الأسبوع الماضي، قسمتهم بالنص هيك كم فريزاية الأخيرات، وعم حطهم بين التوت البري، وكمان حطيت توت العلي وهيك خالص. اللون الهيك الأحمر والبني كتير ساطع، حسيته يعني إنه ما في لون يفتحهم، فجبت شوية فستق حلبي وبلشت هيك أضيف بين التوت يعني، بس مشان هيك يكسر شوي الألوان هيك الحارة. وهذا هو شكلهم. أنا بحب كتير الكيكة مثل هيك كيكة، بحب يكون الكيك الإسفنجي تبعيتها قليل الارتفاع مو عالي الارتفاع. يعني في ناس بتقول إنه بدنا الكيك ينفش معنا، أنا ما بعرف ليش، عكس الناس ما بحب الكيك يكون كتير نافش، بحبه هيك يكون يعني إنه مقبول يعني، بس إنه نافش كتير والله ما بحبه كتير يكون نافش. وهلأ هوني التشيز كيك على فكرة ما حطيته بالبراد أبدا أبدا، بعد ما حطيت له الجيلي الأجار أجار ما حطيته بالبراد أبدا، يعني مباشرة قلت لكم ما في 5 دقايق بيجمد معكم جيلي الأجار أجار، وهذا هو حالاته، حالات الشغل تبعيته إذا كنتم مستعجلين. هيك فكيت عنه الصينية مثل ما نكون شايفين، وهلأ منزينه، نكسر اللون الأحمر منزينه شوي بورق النعناع. طبعا كمان فيكم تزينوه بالطريقة اللي بتحبوا. شايفين هذا هو التشيز كيك اللي بالفرن، ما بتحتاجوا تستنوا ليلة كاملة، ساعتين بيكون جاهز معكم، ما بده كتير وقت. وهيك بيكون صنف الحلويات كمان صار جاهز. أنا بعتذر منكم ما رح أقطعه لأنه بدي استنى هيك أقدمهم لرفقاتي، وكمان إن شاء الله إذا زاد ورح حاول قدر الإمكان القطعة تبعيتي فرجيكم إياها بالفيديو اللي بعده، كيف قوامه للتشيز كيك على التقطيع، وكيف قوام كيكة قدرة قادر كمان على التقطيع. منظر مشهي جدا والله، وطعمة التشيز كيك بتكون بهي الطريقة أطيب من البارد بكتير. أنا عند حسب رأيي واعتقادي، طبعا كل مين له رأيه. هيك بيكون الفيديو لليوم خلاص، بتمنى يكون عجبكم وبتمنى يكونكم استمتعتوا فيه وانبسطتوا فيه، وانطروني فيديو جديد وروتينات جديدة وفلوقات جديدة ووصفات جديدة بقناة جيلان شانل. باي باي.